متابعي قناة عين المغرب. الأخبار اللي وصلتنا البارحة واليوم كذلك هو أنه كاينة حملة تمشيط واسعة بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء، إثر الإجرام اللي كتر. الفيديوهات اللي خرجوا مؤخرا من المنطقة فيديوهات كبيرة وكثيرة كتبين على شفنا فيديوهات ديال الاعتداء، شفنا شجارات بالأسلحة البيضاء، الترويج للمخدرات، والوتيرة اللي خرجوا بها هاد الفيديوهات كانت كبيرة بزاف. الأمن الوطني تدخل منذ البارحة. كاين حملة ديال إلقاء القبض على المطلوبين للعدالة، على المجرمين، على الناس اللي خرجوا الفيديوهات ديالهم واللي بانوا كيديروا سلوكات مشينة، لا من اعتداءات لا من كريسات سرقة. تم أيضا القبض على مروجي المخدرات. هناك بعض مروجي الأقراص الصلبة، المخدرات الصلبة، أو ما يصطلح بالقرقوبي، المروجين ديال الحشيش وكل هذا. الحمد لله. الشكر الكبير للأمن الوطني، والحمد لله الأمور الآن تحت سيطرة. الحملة لا زالت مستمرة، لا زال البحث عن بعض المجرمين أو المبحوث عنهم، لكن يبدو أن الأمور ترجع إلى مجاريها. شكرا لكم، شكرا للأمن الوطني، شكرا للناس اللي كتشارك معنا الفيديوهات من قلب المنطقة، وشكرا لكم على التفاعل ديالكم، لا على القناة ديالنا في الفيسبوك أو القناة ديالنا على اليوتيوب. ما تنساوش تخليو لينا التعليق، شاركوا الفيديو خاصة مع الناس الدار البيضاء والناس حي مولاي رشيد، وما تبخلوش علينا بالتعليق ومتابعة الصفحة. شكرا لكم وإلى اللقاء.